عم يحكي عمار رد مازن عن اللي عمله بالفيديو أسوأ من الفيديو نفسه. هلا بنشوف كل شيء. خلينا نشوف اول شيء صاير، نشوف السياق، بعدين نشوف الرد المخزي جدا اللي صار. يا اصدقاء، مازن رفع هذا الفيديو على يوتيوب. الفيديو بعنوان طرد امه من بيتها بطريقه مستفزه. تدخل انت على الفيديو حتى تحضره، تشوف هذا الرجل اللي طرد امه من بيتها بطريقه مستفزه. فشو بيطلع لك؟ شوفوا شو بيطلع لكم. انا هلا لسه راجع من السفر، كنت بيرفان اللي هو ارمينيا، ركبت بالطياره. لما ركبت لقيت في واحد جنبي قاعد. هذا الرجال ما بدي احكي اسمه، ما بدي اذكر اسمه، بس الرجال هذا يعني بس انا بدي افضحه مشان هو واقربائه والناس اللي بتعرف هاي التفاصيل هي بس اللي تعرفه. كبير بالسن، هو مش كتير كبير بالسن، بس انه رجل عاقل، فاهمين علي؟ يعني عمره 46 سنه. صار يحكي لي قصه حياته كله بس بسبب اني كنت انا طيب معه وسالته بالبدايه انه انت من وين، انه هيك بس عشان اكسر الحاجز. فهمتوا كيف؟ ما نضلنا هيك بالطياره بس قاعدين جنب بعض وما بنحكي ولا كلمه، فعشان هيك فلما اللي كسر الحاجز والزلمه استرسل بالحديث معي انا انزعجت من الموضوع، احكي ولا كلمه. فعشان هيك حبيت اكسر الحاجز، اساله انت من وين. هيك حسيته رجال محترم، وهو جد رجل جدا محترم. فسالته هاي الاسئله، انت من وين، شو الاسم، وتشرفت فيك، ومع السلامه. حطيت السماعه بعدها. يعني تخيل انه انت تكون جنب حدا وهذا الحدا عم يكسر الحاجز كرمال انه تتصلوا مع بعض وتحكوا، بس لما اللي فعلا انت فتحت له قلبك وبدك تحكي وتتسلى معه عصب، هو انزعج. طب انت اللي فهمتني انه بدك تحكي وانت اللي كسرت الحاجز، طب شو بدك اخوي؟ اقسم بربي انه من اول ما ركبت الطياره لحتى منزلنا، يعني لمده 4 ساعات، هو ما سكت. كل قصة حياته عرفتها. بدكم تعرفوا كم واحدة متزوج؟ ستوب. لحد هلا كل الامور تمام، مع انك انت غلطت كسرت الحاجز بينكم، بس كله تمام عادي. مزعج فعلا مزعج، 4 ساعات واحد عم يهري براسك يا اخي، مزعج. بس يعني انت ما تعطيه مجال كنت من الاساس، او احكي له كون صريح انه عم بليز ليك انا مشغول، حبيت كتير الحديث معك كذا كذا، بس هلا حاليا بدي اروح احضر فيديو. هيدك انت صريح على الفيديو، بتعرف انه هو راح يشوف، ايزي بيزي. يا ما اذا بدك تسمعه تحمل، انت فتحت له مجال. بس انك تنزعج اوكي، كله لحد هلا تمام. بس وين المشاكل؟ هلا هون بتبلش المشاكل، اسمعوا كل قصة حياته عرفتها. بدكم تعرفوا كم واحدة متزوج 3. واحدة منهم ماتت بحادث سيارة، وفي 2 واحدة موجودة بكندا وواحدة موجودة بإيطاليا. بدكم شو ما بدكم احكي لنا مواصفاتهم اكثر. شو حكى لك لسه؟ معلومات عنه انا بعرف. شو ما بدكم، عنده شركة بتاجر بالخواريف، بتاجر كمان بالسيارات، وبده يفتح هلا معرض موجود بأرمينيا، فعشان هيك راح هناك واشترى أرض، وعنده شريك كمان هناك. بيشرب ويسكي. شو ما بدكم. المشكلة انه بيشرب ويسكي. ولما حكيت له انه يا اخي الاكل هناك بأرمينيا يعني حسيت كله خنزير، يعني مليان خنزير، كثير ناس هناك بتاكل خنزير. بعدها بيقول لي يا اخي اعوذ بالله، لا استغفر الله العظيم، حرام، ما بصير. حرام كيف؟ انت بتشرب ويسكي بتقول لي انا والله رحت مكان قعدت اصيد. انا شوف، هي بموضوع جانبي، هي احدى الشغلات اللي اكرهها. يعني اذا واحد عم يعمل غلط معين وعم يعمل شيء تاني صح من جهة تانية، ما بتروح انت بتكرهه بالشيء الصح كرمال انه هو متناقض، لا بتحاول تخليه يعدل عن هذا الغلط. عرفت شلون؟ ومع الويسكي صيد وهيك قدام النهر. برو كيف حرام؟ ما انت عم تشرب ويسكي. هذا يمكن هو هلا قاعد بيحضرني لانه هو عرف اني انا يوتيوب. يا خلص هلا بيصير بياكل خنزير، مش عم يكون متناقض وخلص بيصير بيعمل. فانا فاهم انه مش هذا اللي بده اياه مازن، مش بده اياه انه يصير عم يعمل شغله تانية حرام، انا فاهم. بس انا اللي عم احكي عنه انه هي الطريقه بالمعاتبه برايي مش هي الطريقه الصح. بالعكس، الحدا اللي عم يعمل الشغلات المنيحه بتشجعه عليها، والشغله السيئه اللي عم يعملها بتعلمه انه كيف ما لازم يعملها. بس لما بتصير تفرجيهم التناقض وانت بس عم تهاجمه، فانت ما عم تساعده لحتى يحسن من حاله. تشرب ويسكي. هذا يمكن هو هلا قاعد بيحضرني لانه هو عرف اني انا يوتيوبر، فحكى يعني انت عارف انه قاعد بيحضرك، فحكيت كل هدول الشغلات انه شوفوا يا جماعه انا طلع معي واحد كذا وكذا وكذا، وتعالوا سفل فيه وتعالوا احكي وافضحوا ومدري شو، لانه انا هلا هو على الاغلب قاعد بيحضرني. احكي لنا مازن، ليش هو بيحضرك؟ ليش؟ يمكن هو هلا قاعد بيحضرني لانه هو عرف اني انا يوتيوبر، فحكى لي انا راح اتابعك، فلو قاعد بتحضرني ريحتك قبل. اوه ماي جاد، صح، هلا بده يدخل بريحته. بس قبل ما تدخل بريحته تخيل ما تكون مكانه لهذا الزلمه وتروح فعلا تتابعه لمازن، وتكون انت متشوق ومبسوط لتشوف فعلا شو ينزل فيديوهات، ويطلع لك اشعار بفيديو، فانت دخلت لتحضره تشوفه عم يفضح فيك وات ذا هيل. لسه ما شفتوا السيء، لسه ما شفتوا الأسوأ. عفوا، بالمره الجاي مازن بيقول واحد اتنفس بينزل عليه محتوى. هو دائما بيعمل هذه الحركه، دائما بيكون متفاعل مع حدا، فهذا الحدا بيعمل شيء معين، سواء بالمسبح سواء الدليفري سواء المدري شو، وبصير بيحكي عليهم. يا زلمه والله، طب انت بالغ عاقل عمرك 30 سنه يا زلمه، يعني كيف بيطلع يعني ما فينا نبرر لك. يعني انا كيف بدي برر لك انه انت ولد وما بتعرف شو هو الصح وشو هو الغلط، وما بتعرف كيف تكون، كيف بدي برر لك؟ مش فاهم كيف الواحد بيبرر هي الشغله. فهو دائما بيعملها لهي
الحركه، بس هاي المره كانت كتير اكستريم بشكل مجنون جدا، لسه ما شفتوا شيء. بالنسبه للناس اللي بتصير بتحكي لي انه انت حاطط حطات مازن، كل ما مازن عمل شغله، يا اخي هو بينزل فيديوهات كتير وبيجيب العيد كتير، طب شو بساوي له انا؟ لا يجيب العيد، ما بطلع انا بحكي عن الموضوع، بس طالما الشيء اللي انا عم احكي فيه حق، فخلص ما بيهمني اذا عم احكي عنه مليون مره باليوم. الشيء اللي عم احكي فيه منطقي، كيف بدي برر له هلا لهاد؟ يعني كيف بس حدا يعطيني تبرير مثلا، والله حابب اعرف ولد ما ولد اول مره مش اول مره، I don't know. فحكى لي انا راح اتابعك، فلو قاعد بتحضرني ريحتك كانت ما لها حل، ريحتك كانت جدا 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 سيئه وانت بتدخن مع عرق، يعني تخيل. والله مخزي، والله انك مخزي يا مازن، مش انت الفعل هذا، والله هذا فعل مخزي يا مازن، يعني هذا والله يدل على شخصية ضعيفة، ولا يدل على عكس الرجولة. انت بالطيارة ما عندك الجرأة انه تحكي له ليك عم بعد اذنك انا مبسوط بالحديث معك ولكن مشغول بليز، بطريقة مؤدبة. ما عندك الجرأة انك تعمل هيك، بس عندك الوقاحة والجرأة انه من وراء الشاشة تحكي كل هذا الكلام بحقه للزلمة. زلمة مازن، زلمة انك قادر تعبر على كل هدول الكلمات من وراء الشاشة، مع انه ما كان فيك تعبر عن شغله صغيره جدا بسيطه، انه عمو بليز ليك انا رح اكون مشغول، انا مبسوط بالحديث معك ولكن انا مشغول شوي. ميكس مع عرق، يعني صارت الريحه عباره عن مجاري، ريحه جدا سيئه. والمشكله انه هيك قاعد بالطياره هيك، اقسم بالله هيك عم يعمل مش عارف، بيرفع رجله. كيف يعني انه ريحته دخان؟ هو مش بالطياره، يا بس بيكون انه مدخن او مدخن شره، فهو طلع بالطياره وملابسه ريحتها دخان. شو من الريحه شباب، والله يمكن من الريحه انا صرت زي هيك عم بخبص بالكام، برفع ايده، يعني انا بوطك ما بدي اشم ريحته بزياده، هو من دون شيء انا شامم ريحتك السيئه. وواضح انه معه فلوس لانه اشترى هناك ارض وعنده شريك وعنده بزنس وعنده بيت موجود طب انت اذا كل هاي الشغلات اللي عم تحكي عنها ريحته اذا ما لها حل، ليش كسرت الحاجز معه؟ ليش فتحت الحديث معه؟ والله ريحتك ما لها حل، بس اوكي خلينا نكسر الحاجز مشان ما نضل هيك قاعدين. لا طب اخوي يا ريت لو ضل هيك قاعد، انت هيك بدك اياه يكون قاعد اذا ريحته ما لها حل. شو هاد من المعيب يا زلمه؟ يمكن الزلمه مش داري عن ريحته، مش هيك الواحد بيحكي عن الناس يا زلمه، مش هيك. حتى لو نحن ما بنعرفه، ممكن من هذا الفيديو في ناس بتعرفه للزلمه عرفت على مين عم يقصد. غير هيك هذا بيعطي صوره لاصدقائه لمازن عن هو كيف ممكن يكون بيحكي عنهم بغيابهم، عن ريحتهم، عن تصرفاتهم، عن يا وواضح انه معه فلوس لانه اشترى هناك ارض وعنده شريك وعنده بزنس وعنده بيت موجود بدبي، فانه معك فلوس. انت بخيل من الاخر، لو انت قاعد تحضر انت بخيل. عشان هيك طريقه منطقه الامور عند مازن. انت ريحتك بشعه، ومن الواضح نحن مش اكدين، من الواضح انه عندك فلوس فانت بخيل. هيك هو بيربطوا بمنطق الامور. ما في مثلا احتمال انه لا ما ضروري اذا مبين معها فلوس ما بالضروري يكون معها فلوس. ما في احتمال انه هو مش داري على انه هو ريحته بشعه. غريب كيف منطقه الامور عند مازن، وبيعتبرها انه خلص هذا هو الصح، هذا اللي حكيته انا، هذا السيناريو حكيته انا، هذا هو السيناريو الصح وما في غيره. غريب. المفروض الفيديو عن ام طرد ابنها تماما، يا خلص الفيديو بس لسه. من الاخر لو انت قاعد تحضر انت بخير. عشان هيك ما شريت حتى قهوه بالطياره برو، يعني كان نفسه قهوه، هو صار يسالني ببلاش القهوه، قلت له لا ما اشترى. اجوا هاي انا اشتريت قهوه، قلت له بدك يا بتدل على انه بخيل، ما في تفسير اخر. مان سو فريكين باثيتك. اشتري لك؟ لا انا ما، لانه بعد القهوه لازم سيجاره تحجج هاي الحجه. مش عارف شو احكي لك يا اخوي، عن جد لازم في كتير اشياء تحلها. اول إشي لما واحد يحط سماعه جنبك وعم يحضر فيديو يوتيوب وواضح انه عم يحضر، اتركه بحاله، لا تتدخل، لا تحكي ابدا. هذا الموضوع ينطبق عليك. لما الواحد انت شايف انه ريحته ما لها حل، ما بتروح بتكسر الحاجز بينك وبينه لحتى يصير في بيناتكم كلام، كرمال ما يكون جالسين هيك طول الوقت بالطياره. وانا هيك سويت، والمشكله هيك عم بعمل عشان يكون واضح اني انا عم بحضر فيديو يوتيوب. يعني خلص. شغله تانية كمان لازم تتعلمها بما انك عم تعلمه للزلمه شو لازم يعمل. لما بتكون انت شايف انه فعلا عندك شخصيه وانت انسان جريء وقادر انك تكون صريح مع الناس، مش من وراء الشاشات بهي الطريقه، اللي لازم تعمله تروح تحكي له، بدل ما تنطره هو يصير يتحذر وايحاءات ومدري شو، وبدل ما تطلع انت من وراء الشاشه ويصير عندك شخصيه قويه وتصير ابرز كل الشغلات، زوجاته، شو بيشتغل، بيشرب، ريحته، دخان، بخيل. يا الهي يا الهي والله لو بدك تنتقم من لو بدك تنتقم من عدوك ما بتعمل فيه هيك يا زلمه. لا تحكيني. وما حاطط السماعه الايربود، عرفتوا هاي الماكس ايربود ماكس، يعني زي هاي السماعه هيك، في رجل قدامك حاط سماعه ما بده يحكي مع حدا، انت لسه عم تحكي معي 4 ساعات. فالحق عليه هو. بس انا ابدا ما فيك تديني ابدا انه ما عندي شخصيه لحتى اطلب منه انه بليز اتركني بحالي. حكي والله العظيم مش طبيعي يا جماعه الخير، 4 ساعات عم يحكيني على عيني وراسي الرجال، يعني مش انه سيء بالعكس.
مخرب الترندات، صوته بشع، صوته بيخجي. روح اخي اترك الاغاني، روح ارسم، روح بس والله الشاب حباب ولطيف واحلى عالم، والشاب ما في منه يا جماعه. يعني شو بكم ضل يجلده تقريبا يعني 3 دقائق ونص، بعدين بيجي بيحكي لك هيك. على عيني وراسي الرجال، يعني مش انه سيء، بالعكس ما غلط علي ولا اي. لا لا ابدا، بس ريحته بشعه، ريحته ما لها حل، عنده زوجات، بيشرب ويسكي، بدخن، بخيل، بس هدول بس شيء. بس انه خلص تحكي الله يعين الراكب اللي جنبك المره الجاي اللي بس حيسالك انت من وين. هذا اللي بحب بس احكيه. اي حدا حيركب. يا الهي ما بعرف شو هذا الاسلوب يا زلمه. ليك هذا اسلوب واحد على ناصية الشارع بعكس الفتيات عرفت شلون شو هذا؟ جنب واحد ريحته دخان وعرق لا تسالوا انت من وين. بس هذا اللي حاب احكي لكم اياه، بالذات لو لهجته كانت اوكي ما بدي احكي الدوله خلص. اوكي يا جماعه الخير، اليوم انا ناسي هلا هي، انا كنت عم احكي لكم لسه بيصير الموضوع اسوأ، انا لسه ناسي لسه بيصير الموضوع ماكس اسوأ. خلينا نرجع اسمع على هي، بالذات لو لهجته كانت اوكي وعرق لا تسالوا انت من وين. بس هذا اللي حاب احكي لكم اياه، بالذات لو لهجته كانت اوكي ما بدي احكي الدوله خلص. اوكي لا انا ما بدي احكي الدوله، بس انتم فيكم تحذروا، بالذات لو كانت لهجته سوري، سعودي، سوداني، شو لسه في دول بحرف السين، دول عربيه، اي دونت نو. خلينا نعتبر انه واحدة من هدول الثلاثه، يعني خلص انتهى الموضوع. يعني لو قصدك سوري انت جبت العيد، لو قصدك سعودي برضو انت جبت العيد، لو قصدك سوداني برضو انت جبت العيد. هي السوء ما كان لازم تكون موجوده اذا انت فعلا ما بدك تحكي اسم الدوله كرمال ما تكون عم تشمل. شو هذا الجنون يا زلمه؟ طب هو كيف ما بيشوف حاله هو او اللي عم يمنتج له او اي شيء؟ طب هو ما بيشوف انه عم يجيب العيد؟ يعني اوكي شوف، بالبدايه من المخزي انه انت يكون عندك هي الافكار. اذا كانت واحد ريحته طالعه ما تجلس جنبه، وانا اللي بدي احكي لك اياها هلا، مش بس ما تجلس جنبه، ما تكسر الحاجز بينك وبينه. هاي الواحد لازم يعملها. بس من المخزي انه يكون عم يحكي هيك انه ما تجلس جنبه، بالذات اذا كانت لهجته كذا. يعني انت ضمنيا بدل على انه في شيء بدماغك بخصوص هاي الجنسيه، ولكن بغض النظر بينك وبين حالك ممكن يكون عندك كتير افكار متطرفه وي دونت نو. بس انت لما بتطلع على الانترنت يا اخي، الممنتج تبعك ما مرقت عليه الحلقه او الكلمه يشيلها، ولك ما حكى لك الممنتج انت. طب اللي عم تمنتج ما فكرت انه يا اخي شو هذا التخبيص؟ طيب بعد هاد كله اجوا الناس بالتعليقات لك شو عم يحكوا له؟ كان فيك تنصح الرجل تستر عليه، مدري شو بك قليل ادب، فضحته قليل ذوق، تصرف مش محترم بانك تفضح الرجل، والله حرام الرجل فتح لك قلبه، الرجل هو شوف الفيديو، بلا بلا بلا. كل التعليقات عن الفيديو. يعني اذا انت تخطيت مرحله المونتاج، المشاهده النهائيه للفيديو قبل ما ترفعه، كمان تخطيت تعليقات الناس، ليش الفيديو لساته موجود؟ ليش هي الجزئيه بالفيديو لساتها موجوده بعدها موجوده؟ والاسوأ من هذا كله هلا العذر، هلا جايين على العذر. بس خلونا نكمل. الرجال ما فينه يقاضي مازن، والله ما بعرف، اي دونت نو. اكثر من نص الفيديو هو يتكلم عن الرجل تماما، لانه حتى بموضوع الفيديو اللي عنوانه طرد امه من بيتها بطريقه مستفزه، لحد هلا 4 دقائق من الفيديو، حرفيا ثلث الفيديو عن هذا الرجل لحد هلا، ولسه كمان في اجزاء تانية بيحكي فيها عنه. ليك شو بده يحكي عن هذا اللي ضرب امه؟ شوف هو واضح انه انسان مش طبيعي بيتعاطى. هذا مستحيل يكون طبيعي. زي اللي موجود كان معي بالطياره، حتى سالته اللي معي بالطياره، والله العظيم سالته انت بتشم؟ لانه مستحيل التصرفات تاعته اللي كان معي بالطياره كهي طبيعي. سالته لانه انا جريء جدا لا اساله هذا السؤال، بس انا مش جريء كفايه الا احكي له بليز اتركني بحالي، بدي اهتم باموري. كان لسه ناقصه الرجال بعد كل الشغلات اللي حكيت عنه بالفيديو، كان لازم لسه نضيف شغله انه بيتعاطى. يعني تفرك يا زلمه، ليش لحينه ما حذف الفيديو؟ عيب واحراج. هاد ما بعرف على شو بدل. يعني انا ما بدي ادخل بنيته للزلمه، بدي اعطيه منفعه النيه الحسنه، بس ما عم يسمح لي. انت عامل كل هذا الشيء المخزي، لازم اقل شيء تحذف الفيديو وتعتذر. لما تتركون على شو بدل؟ مره ثانيه بدي احاول يعطيهم منفعه النيه الحسنه، بس انا بحس الموضوع بدل انه اخر همه لا يهتم. حتى هي الجزئيه كان فيه باليوتيوب يشيلها. باليوتيوب فيه مجال للاديت، فيك تعمل اديت للفيديو وتشيل اجزاء منه، كان فيه يشيلها. ما بعرف شو الفكره، يعني ما بعرف. لانه انا بحس هذا المفروض ياخذوه السجن، يضربوه شوي. فهمتوا كيف؟ يعني يضربوه يتادب، يبطل يعيد هاي الشغله. في واحد مره هيك سووا معه، ناسي باي دوله. بس يا اخي هذا الزلمه مجنون. هذا الزلمه آراءه مجنونه. اسف مش هو مجنون، آراءه مجنونه. اسف خرط بالحكي. هل في حل غير هذا؟ لا، الحل انه نحن نتصرف مثل القرود، نتصرف مثل الحيوانات. الحل انه الضرب فورا مباشره. ليش هي الحلول انه الضرب؟ شو هاد؟ لازم الحل يكون الكلام؟ مش بالضروره. الحل يكون حسب القانون. هذا الزلمه عمل بامه كذا كذا كذا، شو القانون؟ اكيد القانون مش بيحكي لك تعال اضربه. شو عملنا اذا جينا ضربناه؟ خلص تأدب تعلم. ما حدا بيتأدب بالضرب. الضرب بس بيعمل عقده نفسيه عند الشخص. اللي بيطلع مؤدب بعد الضرب، في ناس بتتأدب من الضرب بس بيصير معاها عقد نفسيه، ومش ضروري هي تأدبت لانه
لانه فعلا اقتنعت، هي تأدبت لانه صارت خايفه من الضرب. بس الشغله اللي كتير مثيره للاهتمام انا اللي بحاول افهمها من فيديوهات مازن، لما بيكون عم يحكي على موضوع معين يعني بيتجه لاماكن بتحس انه ما لازم يتجه فيها بالفيديو. يعني مثلا نحن شو خصنا هلا شو لازم يعملوا فيه؟ نحن عم نحكي عن رجل ضرب امه، بدنا نحكي عن الموضوع، فرجينا انه هو فعله شنيع جدا، فرجينا انه الحكومه اخذته، خلص بنحكي انه الحكومه ستقوم بالعقاب المناسب، خلص انتهى الموضوع. فنحن شو بنحكي؟ حاول نحكي شغلات مفيده، انه هي امك لازم تحترمها، ما بيصير تعمل فيها هيك، تخيل يكون منظرك مخزي بهي الطريقه وانت عم تتعامل مع امك. هي الافكار اللي بتصير تروجها. شو خصنا نحن شو بدهم يعملوا فيه؟ بحس بيتم الكلام عن الجهه اللي ما لها دخل بالموضوع. كاني عم افهم شغله بمازن انه هو بحس الطريقه الوحيده لحتى فهم الناس انه هي لازم تعدل عن شغله معينه اني يمسك الشخص اللي بيعملها وسفل فيه. مثل هون بمثال انه هذا الشخص ضرب امه، بيمسكه وبيسفل فيه وبيصير يتمنى اشياء تحصل له الى اخره. هلا هون هو عم يحكي عن اللي بيتعاطوا، عم يمسكهم ويسفل فيهم، ويمكن يحكي شغلات انه بيتمناها انه تصير فيهم. يمكن هي انه هو بيشوفها انه هي طريقته يوصل فكره للناس انه لازم تعدلوا عن الموضوع. مش هيك، هيك كلياتهم فقراء، كلهم فقراء اللي بتعاطوا هيك وضعهم سيء، وتلاقيه بده يحاول يطلع القرش هيك باي طريقه عشان بس يروح يشتري. كلكم فقراء فاشلين، فشله كلكم اللي بتتعاطوا. يعني في اللي بيتعاطوا وانا بحكي لكم الكلاس هدول اللي فوق على الاخر كمان هدول زي الخرايع. اوكي راح يجي بالعيد بعدين. كمان هدول الفقير على الاخر اللي ما عنده شغل، ما عنده اي شيء، فاشل بحياته كلها، وبدك تتعاطى. يعني من انت ماكل خرب حياتك على الاخر وكمان بدك تتعاطى. يا اخي حاول تطور من نفسك بهاي الفلوس بدل ما تروح تشتري الحشيشه ولا مش عارف شو اللي بتشتروه ولا لك حبيبي. اللي بيتعاطى لما بيسمع هذا الكلام اخر همه ما رح يعدل عن الموضوع. اللي حابب انه يتعاطى ما رح ياثر فيه هذا الكلام. ممكن يتاثر بهذا الكلام الاولاد اللي بتتبع مازن بشكل اعمى، انه مازن حكى هيك عن هدول اللي بيتعاطوا، ولكن لما اللي بيكبر بالعمر وبفك من مازن ممكن يجرب هذا الموضوع. فانت ما هيك بتعمل، انت اللي بتعمله بتوضح مخاطر هذا الشيء، انت اللي بتعمله بتوضح ليش سيء انك تضرب امك، ما بتوضح انه نحن شو بنعمل باللي بضرب امه انا، او انا شو بتمنى باللي بضرب امه يصير فيه. ما بتحكي انه انا شو برايي اللي بيتعاطى كيف بيكون شكله واسلوب حياته واذا هو عنده برستيج ولا ما عنده برستيج. لا، انا بحكي مضار هذا الموضوع، بحكي ليش انت ما لازم تعمله لهذا الموضوع. هيك بحكي بدل ما تشتري هذا روح يا حب اشتغل، روح حاول اعمل اشي منيح مع اهلك، جيب لاهلك اشي بهاي الفلوس. انتوا وضعكم لانه المادي جدا سيء كله بسببك انت، لانك قاعد على مين عم تخاطب يا اخوي؟ مين هاد؟ روح جيب لاهلك وضع بتحسه انه ماسك واحد وعم يحكي عليه. مين هاد؟ Bro talked about everything but the main video itself. يعني اخونا حكى عن كل شيء الا عنوان الفيديو. في ناس انه صارت تطلع ببالي خليها مستوره، ما بدنا نحكي مين. المهم يا جماعه احكوا لي انتم شو رايكم. خليها مستوره بعد كل شيء، خليها مستوره يا زلمه. طيب هلا طبختكم بما فيه الكفايه اصدقاء. هلا خلونا نشوف بعد ما شفنا اللي حكاه مازن، بعد ما شفنا انه الناس نبهوه بالتعليقات، عملوا له فركه اذن، نبهوه على غلطه. شو بيعمل مازن؟ اكيد مازن بيحذف الفيديو. لا، لولا هيك نحن ما كنا عم نشوفه، نحن هلا عم نشوفه للفيديو. شو بيعمل مازن؟ بيحط بينت كومنت، تعليق مثبت على هذا الفيديو. كثير من التفاصيل يلي حكيتها كانت مش حقيقية وعشان الضحك فقط، مثل انه هو متزوج 3 وزوجته ماتت بإيطاليا بحادث سيارة، هو هيك حكى. ما انتبهت الا لهي. وكمان مثل انه هو بتاجر بالغنم، وكمان عمره انا ما بعرف، لو 46 اتوقع هو اصغر. المهم انه مش كل التفاصيل صح، فما في اي فضيحة بالموضوع. يعني انت بتفضل كرمال تهرب من موضوع الفضيحة تبين للمتابعين انه انت كنت عم تكذب عليهم. هاد هو تبريرك كمان يا زلمه. يعني هلا نحن بنعرف انه انت ملك التلوين، بس نحن ما بنعرف انه انت ملك الفضائح. ما تطلع عليك صيت زياده، خلص ملك التلوين كافي. وبس يا جماعه لا تحكموا بسرعه. هاي اهم شيء يا جماعه، كمان لا تحكموا بسرعه. انا بس كنت عم اكذب، انا ما فضحته للزلمه ابدا، بس كنت عم اكذب. طب ليش اخوي؟ ليش لحتى تطلع تحكي كل هاي الشغلات؟ ليش لا تكذب على الناس؟ معناها اوكي، معناها كم من الكذبات اللي انت كاذبها بالفيديوهات الاخرى. صاير كتير عم تجيب العيد يا مازن، صاير كتير عم تجيب العيد، كتير انت عم تعمل تفاصيل عم تجيب العيد فيها. صاروا كتار، ما بعرف شو هو السبب، انك لانك بتنزل كل يوم فيديو. يمكن لو كل اسبوع بينزل فيديو واحد كان بيجيب العيد مره واحده بالشهر او مره واحده بالشهرين. فيعني مش منطقي. انت هون بالفيديو بدال ما تعتذر، بدال ما تحذف الفيديو او تحذف هاي الجزئيه، ليش عم ترقع؟ والله الموضوع سهل، كنت عم شم احكي اي شيء. بس شو هاد اني كنت عم اكذب؟ هاد بيفسر لي انه غير الشغلات اللي فسر لي اياها، انه مازن عم يخاطب اولاد صغار وراح ينضحك عليهم بهذا الكلام. ما بتخيل في حدا واعي بتمشي عليه هاي الشغله هون. هذا التبرير. طيب ليش انا عم احكي بالموضوع؟ هل انا لاني كاره لمازن وحاقد عليه؟ لا، بس هيدي فركة اذن، هيدي تنبيه، هيدي تذكير مازن. هاي الاشياء
ما بيصير تعملها. بليز انتبه على حالك، عملتها، هي التبرير، مش هيك التبرير، اطلع اعتذر بس. هيدي صفعة. انا مش حاقد على مازن او كاره لمازن، انا بس عم اعطيه صفعة كرمال انه لا عاد يعمل هيك شغلات. بس يا زلمة عصبوني يا زلمة. مازن يعني تكذب علينا وتقول اشياء ما قالها للمزح او حجة فقط علشان تلطف الوضع؟ مو حلو يا مازن، اي غلط ترجعه مزح. صح، هي حتى موضوع السمان، حتى كتير شغلات بيحكي انه هي انا والله كانت مزح. في ناس والله فاهمين يا اخي. والله شو هاد؟ انت ما قلت انك عم تمزح بالفيديو، قلت انك عم تمزح وقت هجموا عليك. اوه شيش، انا هي ما انتبهت لها 100%. دبليو كومنتس تماما. لما هو مش حقيقي بتقولوا ليه تماما. يعني الرجل لو شاف الفيديو هيتضايق اكثر انك قلت عنه حاجات كتير مش صح. اوه مان الكومنتات عم يبينون لنا شغلات انا مش خاطرت لي ابدا. حتى لو ما بينتش هويته يا اسطى، انت كنت لسه من كم يوم منزل فيديو بتقول فيه اللي يغلط يعتذر من غير لف ودوران، وانت غلطت يبقى تعتذر. بلاش الحركات دي يا اسطى. احب اللهجه المصريه جدا. مش اي تبرير وخلاص. وكمان مش بس المعلومات اللي قلتها هي المشكله، وقاحتك وانت بتحكي عن ريحته ورا الشاشه وموجه له الكلام، دي مشكله اكبر 100%. هيحكينا عنها. كان المفروض تصارحه بلطف قدام وشه. في الحقيقه لو كنت فعلا عايزه يتحسن، لو بتتكسف تستحي. عاجبني اللي كاتب الكومنت، يعني حتى بالاماكن اللي ممكن الناس ما تفهمها مترجمها. يبقى ما تتكلمش عنه خالص تماما. لو بتتكسف يبقى ما تتكلمش عنه خالص. اذا مانك رجل على الحقيقه، مش ضروري تحكي له عن ريحته، بس تحكي له انه انت يتركك بحالك، لا تطلع تعمل حالك زلمه من وراء الشاشه. وفي شغله كتير مهمه بخصوص الشغلات اللي عم يحكيها، يعني اذا هي فعلا مش صحيحه، معناها انت خيالك واسع لهي الدرجه اللي تطلع بكل هي السيناريوهات. هي السيناريوهات اللي طلعت فيها بدل انه انت في من وراءها اساس. يعني حتى لو كان سكران مثلا، ليش تقول انه يمثل بلد كذا؟ هي الشغله، هي مصيبه. الشيء المستفز اكثر من هاد كله انه لساته تارك الفيديو وما اعتذر وما حذف هي الجزئيه على الاقل. فهاد بخليني انه انا ما اندم اني نزل فيديو عن هيك موضوع، لانه ممكن بحاله اخرى افكر انه يا اخي ممكن يحذف، ممكن يعتذر الى اخره. لا، هو خلص انتهى من الموضوع بالنسبه له، هيك من الواضح ختم على الموضوع. فاوكي، البس هذا الفيديو معناه.